السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. معانا وصفة حلوة قوي. عندك عزومة وفجأة لقيتي اللحمة بتاعتك مفرولة ومش عايزة تتصبع، تعالوا هنعملها بطريقة جميلة جدا، هتبقى طالعة احسن كمان ما تشتريها من بره، وبطريقة قريبة جدا لبتاعة الحياتي. معانا اللحمة الكمية اللي انتوا عايزينها ايا كان. انا كان عندي كيلو الا ربع، فهحط عليه بصلاية وسط مش كبيرة قوي. لو النص كيلو نحط عليه بصلاية ولا صغيرة ولا وسط، يعني اللي هي ما بين الاتنين. تمام كده. انت اعملي حسبتك على بصلاية وسط صغننة على النص كيلو. تمام كده. عندنا دلوقتي اللحمة دي عبارة عن لحمة مفرومة، ومعاها كمان ليا او الدهن اللي هو بيبقى على يعني بيعمل كفتة، بيعمل طعم كده، وبيعمل سمنة لوحده جوه الكفتة. تمام كده. معانا دلوقتي البصلايه بشرناها، بعصرها كويس قوي عشان ناخد التفل بتاع البصله، ومش هرمي طبعا الميه بتاعه البصل، هخليها نشوف نعمل بيها ايه دلوقتي. هحط البصل بتاعي تمام كده اللي هو التفل البصل، وهخلي الميه على جنب، وبعد كده هحط شويه بقدونس صغننين كده، مش كتير قوي يعني كام ورقه. وبعد كده هحط التوابل بتاعتي، هحط الملح على حسب التيست بتاعكم انتوا، وهحط ربع معلقه كزبره مطحونه، وربع معلقه جنزبيل مطحونه، وكمان نص معلقه فلفل اسود. وممكن كمان لو عايزه تضيفي جوز الطيب، اوكي تمام، هي هيبقى طعمها حلو قوي، او مزيج ما بين جوز الطيب والحبهان واللوري مطحون. تمام كده، بس انا ما حبيتش اغير طعم الكفته يعني. بس هنفضل نعجن فيها كتير قوي قوي، بصوا لغايه ما تمسك في ايدي كده، احس ان هي بقت يعني ماسكه نفسها مش مفروله مني. تمام كده. هسيبها تريح شويه في التلاجة، وبعد كده هطلعها نصبحها على طول. مش هصبحها كده، هجيب ميه البصل بتاعتي، بصوا لما ريحت بقيت ماسكه اكتر. هجيب المية بتاعت البصل بتاعتي، وهبتدي اغمس ايدي فيها كده، يعني اللي هو بخلي ايدي فيها زي ندى بصل كده مية يعني. وبعد كده باخد قطعة اللحمة على حسب الصباع اللي انتوا عايزينه، وبحاول ان انا اصبعه على السيخ بتاعي. لو عندكم السياخ اللي اتخن من كده تمام قوي، هتبقى احسن من كده كمان، علشان انا ما كانش عندي متوفر التخين وما كانش حواليا، فكان عندي رفيع ده. تمام كده. بس بعمل الصباع على حسب، تعملوا صباع على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه، او صغير كبير اللي انتوا عايزينه. وحاولوا تكبروه شوية عشان لما بتبقى اللحمة فيها دهن شوية بتخس، يعني اللي هي بتكش. تمام كده. يعني الصباع التخين ده مش هتلاقوه تخين زي ما هو، ممكن يكش شوية. تمام كده. برص مية، بحط فيها، سهلوا على نفسكم حطوا فيها ورق فايل علشان ما تلزقش فيها حاجة ونصبن كتير وكده، فحط ورق على طول وحطوا عليه من فوق. بس كده. هحط هعمل اصبع كل الصوابع بتاعه الكفته بتاعتي زي ما احنا شايفين، على حسب بقى العدد اللي انتوا عايزينه وعلى حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. بصوا نمسك جامد كده عليها زي ما احنا شايفين. بضغط عليها وبحاول ان انا اظبط الوش بتاعها يعني بالبصل، بمية البصل، عشان تبقى ملسة. تمام، ما تبقاش فيها حاجة طالعة حاجة داخلة يعني كده. اهو زي ما احنا شايفين الصباع ماسك نفسه زي الفل، مفيهوش اي حاجه. عملت الكميه بتاعتي من اللحمه زي ما احنا شايفين، هحطها في الفرن. دلوقتي بقى هجيب بصلايه، هحط عليها سماق واعملها مع بعضها كده، افتح رغيفين عيش حلوين واحطهم على الطبق بتاعي، السيرفيس بتاعي ايا كان، وهحط عليهم البصل بالسماق. بجد خطيرة يا جماعة، لا بيبقى طعمها حلو قوي، واكننا جايبينها من بره يعني زي بتاعة الحياتي بالظبط، وما فيهاش اي مشكلة اصلا عندنا اللحمة. تمام كده. احط عليها شوية بقدونس زي ما احنا شايفين، وارص عليها الكفتة بتاعتي. بعد ما رصيتها خدت شوية كده من اللي هي نازلة من اللحمة اصلا، شوية صغننين كده على وش الكفتة. ويا سلام بقى. هاتوا عيش وغمسوا. وانا ما لحقتش اصلا ان انا يعني انا كنت جايبه طحينه وجايبه حاجات جاهزه، فلا ما لحقتش ان انا يعني استنى دول يا جماعه. احنا بقينا يعني احنا قطعت وكلت. لا بجد الطعم خرافه خرافه بجد، كان طعمها حلو قوي وكل حاجه فيها مظبوطه. وكمان الملح بتاعها زي ما قلت لكم على حسب التست بتاعكم انتوا. لو عجبتكم بقى ما تنسونيش لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.